طيب إيه علاقة كل ده بفكرة وعينا أمان؟ إيه علاقة الوعي بتجاربنا، بأخطائنا، بمميزاتنا وعيوبنا، بالحاجات اللي حصلت معانا؟ إيه علاقة ده؟ هو إيه الوعي؟ الأول تعال نركز على الوعي. الوعي هو عبارة عن قدر كبير من المعرفة، ممكن يكون خطأ وممكن يكون صح، لكن عايز أقول لك على حاجة. الكرة الأرضية، العالم البشري كله مر بعدد كبير من الثورات الكبيرة، الثورات اللي غيرت العالم، زي الثورة الزراعية لها عيوب ولها مميزات، تلاها الثورة الصناعية لها عيوب ولها مميزات، وطبعا كل ثورة من دول مرت بعدد من التعديلات وبعدد من التكنولوجيا وبعدد من التقدم إلى أن جت الثورة اللي بعدها. طيب الثورة اللي احنا فيها دلوقتي من وجهة نظري هي ثورة النوليدج، المعرفة. تطورت وسائل المعرفة وتطورت وسائل الإنترنت وغيرها 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 وغيرها. يتبقى علينا إن احنا نحاول نوصل للمعرفة بطريقة كويسة، معرفة لحاجات مفيدة تنفعنا، نستفيد بيها ونفيدها. طب المعرفة دي بتتطور؟ طبعا بتتطور. هو احنا زمان كنا بنعرف المعلومة منين؟ كنا بنعرف المعلومة من حد عنده خبرة، كنا بنعرف المعلومة من الراديو، من التلفزيون، وغالبا ما كناش بنقدر نتأكد من صحتها بسرعة، وكنا بناخد وقت كبير عشان نعرف المعلومة، ويمكن ما كناش بنسأل السؤال الصح، ويمكن ما كانتش بتجيلنا الإجابة اللي احنا عايزينها. فعشان كده احنا بنفكر ان احنا في وعينا أمان نفكر بطريقة تانية ونعمل بطريقة تانية. ايه اللي هنعمله؟ ادينا مع بعض.